Hey, what's your beef with me؟ مش معنى انك اخدت بيف في مدرسة بمعنى لحم بقري في الفوكابلري ان هي ما بتجيش غير بالمعنى ده. لا، في السلانج انجلش او اللغة الدارجة الانجليزية بيف ممكن تيجي بمعنى problem، مشكلة. مش شرط البيف هنا بس معناها لحم بقري، يعني انت جرب تترجم كده what's your beef with me؟ ايه علاقة اللحم البقري؟ ما ينفعش نقول what's your beef with me يعني ايه علاقة اللحم البقري بيا انا؟ مش جاية، it doesn't make sense. لكن what's your beef with me بمعنى what's your problem with me. بس خلي بالكوا ان دي informal، يعني دي لما حد كده يبقى بيقولها لك في الشارع عادي what's your beef with me، فاللي هو انا مكلمتكش ما عملتلكش حاجة يا عم. تاني كلمة معانا هي كلمة tea. هل تي تيجي بمعنى الشاي بس؟ تعالوا نشوف. دلوقتي انا جيتلك قلتلك your makeup is tea، الميك اب بتاعك is tea. تعتقدوا او تخمنوا تي هنا معناها ايه؟ اللي جابها صح، برافو. تي معناها gorgeous or amazing، حاجة كده perfect، حلوة قوي. your hair is tea، ممكن اقولك your body is tea، your bag is tea، anything. بس تتقال ايه في الانفورمال انجلش، اوكي. وتالت كلمة معانا هي salty. salty جاية من الملح، salt معناها مالح، هي دي الادجكتيف منها. فلما انا اجي اقولك why are you so salty، هل معناها انت ليه مالحة جدا؟ انا دقتك انا بعرف. ما اقولك why are you so salty معناها why are you so irritated or annoyed، انت ليه متضايقة قوي. salty بتيجي معنى ايه؟ شخص متضايق او متغاظ. and that's it. قولولي لو عايزين جزء تاني. باي.